تعالى اقولك ازاي تطلعي اللحمه معاكي دايبه كده ومستويه وفي نفس الوقت طعم ولون وريحه زي ما انت ما شايفاه قدامك كده. طعمها وريحتها يا جماعه كان فوق الرائع. وكمان هقولك على اسرار من داخل محلات الحاتي علشان تطلعي الكباب معاكي زي الجاهز واحلى كمان ودايب كده ومستوي زي ما انت ما شايفه قدامك كده. كمان هقولك لو ما عندكيش شوايه ازاي تقدري تعمليه في فرن البوتاجاز وتحصلي على نتيجه زي المشوي بالظبط. الفيديو معانا مش طويل لكن مليان تفاصيل كتير. لو اول مره تشوفينا ولسه مشتركتيش في القناه انزلي نورينا واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الطريقه ونشوف هنعمل الكباب بتاعنا ازاي ونشوف المقادير وطريقه التحضير. ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الكباب زي بتاع الحاتي واحلى كمان بتتبيله خطيره جدا. هنا انا شغاله على لحمه ضاني وريش. طبعا احلى قطعيه في الشوي بتبقى الريش. ولما تروحي عند الجزار قولي له عايزه لحمه للشوي. انا هنا شغاله على كيلو لحمه ضاني ريش. تمام. تعالوا بقى نشوف التتبيله بتاعتنا. هنا معايا 4 بصلات كبار عصرتهم في الخلاط مع 2 ثمرة طماطم. تمام. وبعد كده رحت حطيتهم في المصفى زي كده وقعدت اصفي فيهم. مش عايزه فيهم التفل خالص، شلت منهم التفل خالص. تمام، لان التفل ده هيخليه يتحرق، فانا مش عايزه تفل خالص معايا في التتبيله. تمام. حطيت عليهم كمان علبه زبادي عاديه خالص، بلدي شركات اي حاجه مش هتفرق. هبتدي احط عليهم نص معلقة صغيرة 7 بهارات أو بهارات اللحمة، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة سكر. وما تخافيش السكر مش هيغير خالص في طعمها، بس هيديها اللون الحلو بتاع الشوي. ممكن تبدليه بعسل أبيض. حابة تحطي صويا صوص كمان حطي. تمام. هنا هحط عليها معلقة كبيرة خل. معلقة صغيرة ملح. يبقى أنا حطيت معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة 7 بهارات ومعلقة كبيرة الخل. هحط عليهم كمان عصير ليمونة. هحط عليهم كده عصير الليمون، ليمونة كبيرة كده. خلاص كده حطيت الليمونة. هقلب بقى التتبيلة الحلوة دي مع بعضها كده. وهبتدي انزل فيها بتاعتي واغطسها كده كويس في التتبيله. خليها تتشرب كده كويس من التتبيله. اقلبها كده. تقدري بقى تشويها على الفحم عادي، تقدري تشويها على الكهرباء شوايه الكهرباء براحتك. تقدري تشويها في الفرن على الشبكه وتحطي من تحتيها صينيه فيها ميه في الصاجه وتسيبيها على الشبكه تستوي وكل شويه تقلبي فيها كده لغايه ما تلاقيها اتشوت معاكي. انا هشويها على الفحم، بس الاول هنبيتها ليله كامله في التلاجة. لازم تقعد 24 ساعه في التلاجة عشان تشرب كويس قوي من التتبيله دي. تمام. لازم عشان تطلع معاكي حلوه وتكون متبله كويس تقعد في التلاجة 24 ساعه. تمام. فانا هبيتها كده لبكره في التلاجة وبعدين هشويها واوريكي شكلها بعد ما تشوي هتبقى عامله ازاي. وبتبقى بجد يا جماعه هتعجبكم جدا. بيتها في التلاجة 24 ساعة ونرجع مع بعض تاني نشوف شكلها بعد ما استوت. ده كده شكل اللحمة معانا بعد ما تشوي. عايزة اقولك دايبة دايبة في منتهى الجمال. شوفي بقى الطريقة، لو عجبتك ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس تخليه على الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي. وعلى فكرة اللايك ما بيكهربش. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.